حل عينك مزيان وشوف في هذا ليكرون اللي قدامك. هذا العالم اللي ولا دابا اللي وليتي خدام به كتشوف فيه وكتضحك فيه راه ما جاش غير هكاك من السما. كل بوست كتبتيه، كل ميساج صيفطتيه، كل فيديو او تصويره شفتيها، كل شيء كيدوز في واحد العروق رقميه صوبها رجل واحد. ولكن واش عارف شنو هي الصدمه ديال بصح؟ القصه اللي ما بغاوكش تعرفها هو ان هذا السيد صاحب هذه القصه ما ربح من هذا الاختراع اللي كيسوى تريليونات ديال الدولارات حتى سنتيم. شاف في العين ديال الشركات الكبار والعملاقه في العالم وقال لهم هاكو هذا الاختراع فابو. شكون هذا الشبح اللي بنى لينا هذا العالم كامل وشنو القصه ديالو وعلاش دار هادشي؟ الزمان 1989 المكان سيرن سويسرا، اكبر لابوراتوار ديال الفيزيك في العالم. تما فين كيهرسوا الذرات باش يفهموا الاسرار ديال الكون. وسط هاد الروينه كان واحد الموظف كالم وعبقري، شاب بريطاني سميتو تيم بيرنيرز-لي. من غير العبقريه ديال هاد الشاب، باه وامو كانوا هما اول مبرمجين في العالم. خدموا على اول اورديناتور تجاري في العالم في بريطانيا. يعني العبقريه اللي عنده راه ما جاتوش غير هكاك، ولكن كان كيعاني من واحد المشكل في اللابوراتوار اللي حتى والديه كانوا كيعانيوا منه. اجهزه واعره وذكيه ولكن ما كتهضرش مع بعضياتها. في سيرن كانت الروينه نايضه، بزاف المعلومات وبزاف العلماء، ولكن كل معلومه مسدود عليها في جهاز. الا شي عالم بغى يشوف الخدمه ديال صاحبه اللي في الطابق اللي فوقه، خصو يدوز بزاف المراحل باش يشوف الجهاز ديال صاحبه ويشوف الابحاث اللي فيه. في مارس 1989 صاحبنا كتب واحد المقترح باش يحل هذا المشكل. وباش تعرف ان صاحبنا ما كانش مقدر العبقريه والفكره اللي جاتو، فالسميه ديال المقترح اللي دار ماشي سميه خطيره، سماه بكل بساطه مقترح تدبير المعلومات. كمل المقترح ديالو ومشى عند المدير، والمدير طبيعه الحال وباش القصه تكون دراميه وتبقى لنا في التاريخ تجاهلو. المدير ديالو مايك سيندل كتب عليها ملاحظه لدابا باقيين كيتفكروها ويموتوا بالضحك. غامض ولكن مثير للاهتمام. من بعد غادي نكتشفوا ان هذا الغموض اللي تكتب هو اللي بنى واحد النوع ديال الاقتصاد جديد اللي غادي يبدل العالم. ولكن هذا المدير مايك حتى هو كان عبقري وماشي صافي رفض الدوسي، ولكن مشى عند صاحبنا وقال له واحد الهضره. قال له الفكره ديالك الا بغيتي تخدم عليها ماشي مشكل، ولكن خدم عليها في وقت الفراغ ديالك. هنا السيتيم غادي يقول له الا كنت غنخدم عليها في وقت الفراغ باش نفعتيني. قال له غادي نفعك انني غادي نعطيك واحد الجهاز متطور وذكي ومزيان اللي تخدم فيه. اعطاه اورديناتور من نوع نيكست. كان هذا الاورديناتور تحفه ديال ستيف جوبز مؤسس ديال شركه ابل. هذا البيسي هو اللي عطى التيم القوه والامتياز باش يخدم على الفكره ديالو. وفي ظرف شهور قليله في البيرو المتواضع ديالو بلا ايكيب وبلا ميزانيه صاوب تيم الادوات ديال الثوره التكنولوجيه اللي غتوقع. ولا بخلاصه صاوبنا الانترنت. الا جينا ندخلوا في التفاصيل ديال هاد الادوات اللي صاوب، اولا صاوبنا النافيغاتور او المتصفح وسماه وورد وايد ويب. ثانيا صاوب لينا سيرفر او الخادم اللي كيدي وكيجيب لنا المعلومات. صاوب لينا اللغه ديال المواقع اللي هي HTML والبروتوكول HTTP والعنوان او URL. غادي نحاولوا ما ندخلوش في التفاصيل ديال هاد الادوات حيت اللي دخلنا فيهم غياخذنا بزاف الوقت، ولكن بخلاصه هاد الادوات هادو هما اللي خلاوك دابا الا كنتي كتفرج فيا في يوتيوب او الا كنتي كتستعمل المواقع الالكترونيه والانترنت عامه، فراه هاد الادوات هما الاساس اللي كيخليوك تكونيكت على الانترنت. وبسبب هاد الادوات وبالضبط في 20 ديسمبر 1990 تيم غادي يخرج لنا اول موقع الكتروني في التاريخ.
info.cern.ch. تما كان دليل كيفاش نبنيو العالم الجديد. هنا القصة بدات كتوصل الذروة ديالها، الفكرة بدات كتنتشر، الشركات بداو كيهتموا بالفكرة، والمحاميين ديال هاد الشركات بداو كيمشيو عند تيم. كان ممكن صاحبنا تيم ولا لابوراتوار ديالو تسجل براءة الاختراع بسميتها وتطلب واحد النسبة مئوية ولا فلوس على كل استعمال الانترنت. كانت طبيعة الحال غادي تولي هي أغنى مؤسسة في العالم، وصاحبنا تيم غادي يولي أغنى واحد في العالم. الضغط كان كبير سورتو فاش الفلوس كيجيو قدام عينيك، ولكن صاحبنا تيم كان عارف واحد الحقيقة: الأفكار العبقرية الكبيرة اللي كتنفع البشرية ما يمكنلكش تحبسها، وإلا درتي لها ثمن غادي تموت. غتولي كل شركة كبيرة ولا دولة تصاوب الشبكة ديالها ولا الويب ديالها، وغنوليو بحال الجزر وماشي واحد العالم اللي مكونيكتي كامل مع بعضياته. هنا صاحبنا تيم غادي يبغي يمشي في هذه الفكرة، ولكن غادي يلقى صعوبات مع الإدارة ديال اللابوراتوار ديالو. هنا المدير ديالو مايك سيندل غادي يدير واحد الحاجة اللي خصنا نشكروا عليها لدابا، من غير أنه أعطاه الجهاز ولا البيسي باش يصوب لينا هذه الفكرة العبقرية، ولكن قنع حتى الإدارة باش توافق تيم في الفكرة ديالو أنه يخلي هاد براءة الاختراع فابور. وفي 30 أبريل 1993 خرجت الورقة التاريخية اللي كتحط هاد التكنولوجيا في الملكية العامة، يعني ماشي غير فابور ولكن هي ملك ليك وليا ولينا كاملين. وهذا القرار تقريبا هو السبب المباشر فاش انك اليوم كنشوفوا شركات عظمى اللي كتنفعنا في الحياة ديالنا اليومية بحال امازون وجوجل وفيسبوك ويوتيوب. حياتك كاملة وحياتي تبدلات بسبب هذا القرار. ولكن طبيعة الحال القصة ما غتساليش هنا. الشركات وداك الجشع ديالهم خلاهم ما مفكينش كيفاش هذه الفكرة اللي ممكن تردنا ندخلوا ملايير الدولارات ما نستافدوش منها، وبداو كيديروا عدة محاولات باش يردوا الانترنت شي حاجة اللي بفلوس. هنا صاحبنا تيم ما غبرش علينا، وفي 1994 من بعد ما عرف ان الشركات ما غاديش يخليو هذا الاختراع يمشي هكاك، اسس اتحاد الشبكة العالمية او W3C. شنو خدمته؟ هو يبقى حاضي وما يخلي حتى شركة او دولة تحتكر هاد الفكرة ديال الويب ولا تقسمها. وهذا الاتحاد هو اللي مخلي الويب والانترنت لدابا شي حاجة مفتوحة وموحدة. ولدابا سير تيم بيرنرز-لي، أيه سير كيف ما سمعتي، حيث ملكة بريطانيا عطاتو لقب فارس، باقي كيتضارب كيتحارب على ود الاختراع ديالو يبقى شي حاجة اللي فابور وما فيهاش الاحتكار. عليها تلقاو هديمة في مشاكل مع الشركات الكبيرة على مثلا التجسس على المعلومات الشخصية ديالنا، الأخبار الكاذبة اللي كينتشروا في الانترنت، واحتكار البيانات اللي كيكون في الشركات اللي قلال. السيد اللي عطانا هاد الجنة الرقمية لدابا مازال كيحاول يتدابز مع هاد المشاكل هادو. في هاد الوقت اللي ولا كلشي كيتقاس بالفلوس والشهرة والترند، كتجي القصة ديال سير تيم باش تطرح علينا واحد السؤال: واش النجاح هو شحال عندك في الكونت البنكة، ولا القيمة ديال الشخص هي شنو هو الأثر اللي خلى موراه؟ هو ضحى بالمليارات باش كاملين نستافدوا من هذا العالم الرقمي، وكاين شركات اللي كيخسروا الملاير باش يخليونا نشريو منتجات في هذا العالم. القصة ديال تيم ماشي غير قصة على التكنولوجيا وكيفاش بدا الانترنت، هي قصة على الإنسانية في أبهى الصور ديالها، على القوة ديال الأفكار اللي كتكون حرة. وهذه ماشي هي القصة الوحيدة، كاينين بزاف الأبطال اللي ساكتين وبناو عالمنا في الخفاء. إلا هاد القصة جعلت فيك شي حاجة، عرف راسك في البلاصة الصحيحة. تابونا معايا في لاشين، حيث القصة الجاية تقدر تلهمك باش تكون حتى انت سبب في التغيير. كان معكم رضا علوان، إلى الحلقة القادمة.